أهلا بيكم من جديد متابعينا في كل مكان. أنا آية السيد، وحلقتنا النهاردة عن صفات سلبية بيأثروا بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية، وهم التكبر والغرور. بس الظاهر ان انت اللي مش عارف انت بتكلم مين. هتكون مين يعني؟ أني الفلوس اللي ملهاش آخر، أني العلاقات اللي ملهاش حدود، أني الإجرام اللي عمرك ما شفته. وزي ما شفنا سوا مقطع الفنان أحمد رزق من مسلسل خطوط حمراء بيوضح بشكل عملي الاتنين. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عنهم بالتفصيل، وهنعرف الفرق بينهم، أسبابهم، وإزاي نتعامل مع شخص عنده واحدة من الصفات دي أو حتى الاتنين، وكمان إزاي نراجع نفسنا لو اكتشفنا إن عندنا صفة منهم ونعمل على التخلص منها. وجهتنا أعماق الذات الإنسانية، وسيلتنا النقاش البناء الهادف، وغايتنا الوصول لبر السلام النفسي. أول حاجة، إيه هو تعريف التكبر والغرور؟ أول حاجة، التكبر هو شعور الشخص بالتفوق والتعالي على الآخرين، مع اعتقاده إنه أفضل منهم في كل شيء، سواء من حيث المال، العلم، أو المكانة الاجتماعية، وغالباً بيكون مصحوب برغبة في التقليل من شأن الآخرين. زي مثلا شخص بيرفض الاستماع لآراء غيره لأنه شايف إن رأيه هو الوحيد اللي صح ومفيش حد بيفهم قده. تاني حاجة، الغرور. الغرور هو الاعتقاد المبالغ فيه بأهمية الذات والافتنان بالمظهر أو المهارات الشخصية بدون إعطاء أي أهمية لمكانة الآخرين. زي شخص معجب بنفسه جدا وبيتكلم عن نفسه طول الوقت بدون اعتبار لمشاعر أو وجود الآخرين. طيب إيه الفرق بين التكبر والغرور؟ التكبر بيعتمد على التعالي على الآخرين والتقليل من شأنهم، أما الغرور بيركز على تضخيم الذات بدون مقارنة مباشرة بالآخرين. هو أصلا مش شايفك، هو معتمد على نفسه. طب هي إيه أسباب التكبر والغرور؟ أول حاجة، النشأة والتربية. التدليل الزايد أو القسوة المفرطة في الطفولة ممكن تسبب ظهور الصفتين. كمان النجاحات المتتالية، الشخص اللي بيحقق نجاحات كبيرة بشكل متتالي ممكن يحس إنه مميز عن الآخرين. تالت حاجة، عدم الثقة بالنفس. بعض الأشخاص بيكونوا مغرورين أو شايفين نفسهم عشان يداروا إحساسهم بالنقص. كمان الثقافة المحيطة، بعض المجتمعات بتشجع الفخر الزايد بالنفس. طب إزاي نتعامل مع شخص مغرور أو متكبر؟ أول حاجة، التحلي بالصبر، لأن الشخص ده ممكن يكون مش واعي بتصرفاته أصلا. تاني حاجة، استخدام الحوار البناء، أتكلم معاه بهدوء عن تأثير سلوكه على الآخرين وإنه هو بيأذينا. تالت حاجة، تجنب الجدال، لأن الجدال ممكن يزود غروره أو تعليه أو عدم اهتمامه بيك من أساسه. رابع حاجة، إظهار التواضع، أحيانا بيكون ده وسيلة فعالة لتقليل شعوره بالتفوق علينا. طب هو إزاي لو كان فينا الصفتين دول إننا إحنا نتخلص منهم؟ أول حاجة، التعرف على الذات، مراجعة النفس بصدق وفهم الأسباب الداخلية اللي بتخلينا نتفاخر أو نتغر، وده بإننا نراجع أنماط تربيتنا في الصغر وعقدنا النفسية المرتبطة بالتربية، لأن التربية في مرحلة الطفولة ممكن تلعب دور مهم جدا في نشأة أو ظهور الصفتين دول علينا. تاني حاجة، تعزيز التواضع عن طريق أعمال تطوعية ومساعدة الآخرين أو حتى الابتسام في وجه الناس وإدخال السرور عليهم. تالت حاجة، الاستماع للآخرين، محاولة فهم وجهات نظرهم بدون تركيز مفرط على الذات وبدون إبداء للأحكام عليهم. كمان طلب المشورة، استشارة أصدقاء مقربين أو متخصصين في تطوير الذات ممكن يساعد في تقليل حدة الصفات دي جوانا. كمان قراءة قصص ملهمة لشخصيات اتخلصت من التكبر وتعلمت ازاي تتواضع
وتكون حكيمة. وأخيرا لازم نفتكر قول الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. وفي النهاية خليك فاكر إن أي صفة سلبية عندنا نقدر نتغلب عليها بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر والمثابرة والإصرار مننا نتخلص منها. مستنية تعليقاتكم وقولولي إيه أنسب طريقة من وجهة نظركم للتعامل مع شخص متكبر أو مغرور. كنت معاكم أنا آية السيد من برنامجكم رحلة سلام. مع السلامة.